السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده مكملين فيها سوره المائده. معانا الايه النهارده رقم 110. ربنا عز وجل بيقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. دي كانت حلقة النهاردة، آيات النهاردة. ندخل في حلقة النهاردة على طول. حلقة النهاردة بنتكلم النهاردة عن لو كان عندي ضرس العقل وارم حواليه يا دكتور، وباين ان هو طالع بشكل مش مظبوط، يعني شكله كده ايه، مايل سنه مش بالترتيب الطبيعي بتاع السنان. الافضل ده لو هو مش واجعني ان انا اخلعه ولا اسيبه. اقول لك الافضل من اول مره هو مش طبيعي اخلعه، بس في ناس انت بتديها الخير بتقول لك خلاص لا سيبه، ما دام مش واجعني دلوقتي ممكن انا اجله عادي. بس انت من الاول ايه، عشان هو شكله حتى تلاقيه ساعات ايه مورم حواليه داير ما يدور اللثه، لان انت ساعات بيبقى العض عليه غلط مكانه، طالما مش مظبوط بيبدا ان هو يعمل ايه، يعمل مشاكل او اي مضاعفات حواليه. فالافضل انك تخلعه حتى لو مش وجعك. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.